ده سماش برجر. هو يبان سماش برجر عادي، بس في الحقيقة هو مش عادي. خلينا نرجع بيكو لشتاء سنة 2015 واحكي لكم قصة اتنين كانوا بيحبوا بعض حب أفلاطوني، حاجة كده زي روميو وجولييت، قيس وليلى، عنتر وعبلة. الاتنين دول كانوا كل لما يخرجوا مع بعض ما كانتش الخروجة تحلى غير لما يجربوا سماش برجر في مكان جديد مع بعض. وبقى السماش برجر الطرف الثالث في العلاقة وجزء من قصة حبهم. وفي سنة 2016 وفي ليلة شتوية باردة وقبل خطوبتهم بوقت قصير جدا، الأهل اختلفوا، كبرت المشاكل، عند منه عند منها، مشاكل مادية وضغط أهالي، مشاكل من اللي بتبوظ الجوازات دي. وفي ثانية انفصلوا. هو معرفش ساعتها يعمل حاجة، بس عاهد نفسه إنه هيصلح المشاكل اللي كانت سبب في انفصاله. وكان كل لما يصلح مشكلة يعمل سماش برجر ويكلمها يحاول معاها. عدد السنين، هي ارتبطت وهو يعمل في سماش برجر، هي اتخطبت وهو يعمل في سماش برجر، وعلى أمل إن تحصل المعجزة ويرجعوا لبعض تاني، لحد ما اتجوزت وتلاشى كل الأمل. بس بعد كده اكتشف إن كل المشاكل كان ممكن تتحل بدري وما يخسرهاش، بس هو اللي اتأخر في حلها جدا لحد ما خسرها. وهو واقف قدامكم هو بيعمل سماش برجر دلوقتي، بس هي مش معاه. فنصيحة: اوعى تتأخر في حل أي مشكلة، عشان التأخير هيصعب حل المشاكل وهيخليها تتفاقم، وممكن يخسرك كل حاجة. ومش بس في العلاقات، لو انت وزنك زايد واتأخرت في حل المشكلة، ده ممكن يسبب لك مشاكل أكبر بكتير، زي ضغط وسكر وكوليسترول، وهتلاقي نفسك في مشاكل أكبر مع إن الحل قدامك كان ممكن يبقى مجرد دايت. فما تضيعش وقت، وابعت لي دلوقتي ويلا نعمل حاجة قوية مع بعض.